يا مساء الفل ومساء الجمال على كل مشاهدينا وحلقه جديده من حلقات برنامج ضغط عالي. انا محمد جابر، والنهارده بقى هنتكلم معاكم مش على الكلاسيكو ولكن على ما بعد الكلاسيكو، بس هنتكلم من وجهه نظر برشلونه شويه. يعني مش هنتكلم على ريال مدريد قوي لان ريال مدريد لسه هنعمل له حلقه لوحده ونتكلم على التطور اللي حصل في الفرقه من ساعه تشابي الونسو. بس انا عايز اتكلم على برشلونه بدايه من الموسم ده. يعني الموسم اللي فات الراجل هانزي فليك، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، هو عمل حاجه ما كانش حد متوقعها خالص. يعني فرقه مدمره تماما، ما فيش صفقات يا معلم، ما فيش اي حاجه خالص، شويه لعيبه شباب، واللعيبه اللي عندك اللي مش شباب هم مش خبره، فانت برضو مش عارف تبني عليهم. ولكن انت عملت فرقه محترمه جدا، عملت فرقه قدرت تنافس لحد اقصى نفس في دوري الابطال، واخد بيهم دوري، بتلعب امتع كوره في العالم. فانت عملت ده باقل الامكانيات. لكن النهارده انت كل اللي مطلوب منك حاجه تانية بقى. يعني انت النهارده مطلوب منك بنفس الفرقه اللي معاك، نفس الفرقه اللي معاك دي على طول، انت ما غيرتش فيها حاجه. انت مشيت حتى احسن مدافع عندك اللي هو كان مارتينيز، وما جبتش بديل مكانه. حلو الكلام. وعمال بتمشي حالك بقى كده في ورا في منطقه الدفاع، وجبت راشفورد قدام بس. ما فيش اي حاجه زياده. شايف بقى المال النهائي اللي انت رحت جبتها والاداء الفشيخ اللي عملته الموسم اللي فات اللي كان استثنائي اللي ما كانش حد متوقعه ده؟ اعمل غيره. هات بقى انت اداء تاني، هات نفس الاداء ده واعلى منه كمان. هات لي بقى دوري ودوري الابطال والكلام ده كله باللعيبه اللي لسه في مرحله التطور. يعني لسه لعيبه يعني ما هياش ميجا ستارز يا جماعه. فده اللي مطلوب من الراجل. طيب نتكلم على اللي حصل كده في المباراه سريعا، او يعني مش في المباراه بس هقول لك يعني بعض الحاجات اللي حصلت للراجل. بس انت لو اول مره تشوفنا خش اعمل السبسكرايب المتين كده وتعالى بقى نتكلم واحده واحده. هانز فليك هو كان خايف في الماتش يغير. يعني هو الراجل خلال المباراه هو خايف يطلع راشفورد، خايف يطلع فيران توريس عشان ما عندوش حد بره، ما عندوش حد بره، في حين ان انت عندك تشابي الونسو بره عنده مثلا رودريجو، لعيب قادر ينزل يغير لك ماتش، ابراهيم دياز لعيب قادر ينزل يغير لك ماتش، في لعيبه تانية حلوين كويسين. مش هقول لك يا عم ان هم غيروا ماتش، جارسيا مثلا بتتكلم في سيبايوس، عندك دكه في دكه. انت في برشلونه انت امبارح قاعد، انت ما فيش يا معلم. انت الراجل اخر مفاض بيه خالص يا باشا، انزل يا اروخو بقى هاجم، وانزل بقى هدخل كوندي بقى برضو في منطقه الجزاء ويلا بقى، يعني زي ما تيجي بقى. فالراجل يعني عنده فقر في الامكانيات غير طبيعي. بس في حاجات برضو كان ممكن يدخل بيها الموسم احسن بكتير من اللي هو عمله من وجهه نظري. مش هتكلم على اللعيبه، يعني الراجل احنا مش بنهاجم الراجل تماما، الراجل كده كده زي ما بنقول، الراجل يعني كتر الف خير ان هو شغال في هذه المنظومه المليئه بالمشاكل، من اللعيبه اللي ما فيش صفقات لملعب مش عارفين نعمل فيه حاجه، اللي يعني عندك اكتر من حاجه. احنا بنتكلم دلوقتي في بعض الحاجات اللي الراجل كان ممكن يضيفها، كانت ممكن تعدل من اللي احنا فيه دلوقتي ده. انت بتتكلم النهارده مثلا، انت في بعض الاصابات اللي موجوده في الفرقه، ماشي، اللعيب زي رافينا لو كان موجود امبارح كان اكيد هيفرق. داني اولمو مش موجود، ليفاندوفسكي مش موجود، فيران توريس، انت بتتكلم في لعيب سكواد بلاير حلو قوي، ولكنه ما ينفعش يكون مهاجم اساسي تعتمد عليه شد فرقه معاك. كل ده معاك فيه، ما فيش مشكله خالص. بس يعني في فرق حصل في الموسم ده. يعني سواء ريال مدريد او برشلونه كان عندهم مباراه في الموسم هي مباراه فيصليه. يعني تشابي الونسو مثلا بعد مباراه اتلتيكو مدريد الموضوع اختلف. الراجل طحن في ماتش اتلتيكو مدريد، اتعلم عليه، فبدا يعني في حاجه اختلفت في الفرقه، بدا يشوف الديفوهات اللي في الفرقه ايه. اول ما طاش في فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه لعبت عليه ماتش كوره، شاف الفرقه ناقصها ايه وبدا يشتغل عليه. انت مريت بنفس التجربه دي الموسم ده مع باريس سان جيرمان. يعني في مباراه باريس سان جيرمان قدام برشلونه انت برضو اتعلم عليك ولعبت قدام فرقه تقيله، فضحت لك عيوب الفرقه بتاعتك اللي هي معروفه للجميع مبدئيا يعني. بس انت برضو ما كنتش خبطت في فرقه تقيله تعرفك عيوب الفرقه بتاعتك الموسم ده. انت برضو ماشي ايه، بتكسب والدنيا ماشيه، بنكسب بالعافيه شويه، نتعثر ماتش، الدنيا ماشيه. لكن اول ما طقشت في فرقه زي باريس سان جيرمان، فرقه قويه، فرقه بتلعب كوره، فضحت لك عيوب الفرقه بتاعتك. انا ما عنديش مشكله مع حته انك بتلعب دفاع متقدم اوف سايد تراب وكل حاجه وتمام وزي الفل ونجحت معاك الموسم اللي فات يا باشا، ما عنديش مشكله والله. انا ما عنديش مشكله مع الدفاع المتقدم اللي انت عامله، تمام زي الفل. بس ايه بلان بي بقى؟ يعني انا النهارده الدفاع المتقدم ده خيش مني، طريقه لعبي والضغط العالي اللي انا عامله ده كله خيش مني. هعمل ايه؟ الناحيه الثانيه اللي عندي، الخطه البديله اللي عندي اللي اقدر اشتغل عليه، مفيش. يعني انت في مباراه زي مباراه باريس في فرقه مش عارف يعني تلعب عليها اوف سايد تراب، اتحن. امبارح برضه في ماتش ريال مدريد نفس الفكره. بيلينجهام يحسب له بصراحه اللي كان عامله في المباراه كله. انا بيلينجهام بالنسبه لي كان بيعمل حاجه واحده بس في الماتش، بوظ بيها الاوف سايد تراب اللي كان عاملها هانزي فليك خالص، وهي الديلي. يعني اللي معروف ايه، انا النهارده بيلينجهام في نص الملعب، انا اول ما استلم الكوره طق لمبابي على طول، صح؟ ده اللي هيحصل. يعني ده اللي هيحصل. بيلينجهام هيعمل ايه؟ هيستلم الكوره طق لمبابي خلاص، واحنا واقفين على خط واحد، امبابي اوف سايد، سلام عليكم.
نجحنا. بلينجهام كان بيعمل ايه؟ كان بيبقى فيه ديلي شويه، يعني كان بيستلم الكرة ويلف سنه، يبص حواليه شويه، يحاول ياخر نفسه شويه علشان يشتت دفاع برشلونه، فلما الدفاع ده يتشتت امبابي خلاص ما بقاش في الاوفسايد فيقدر يلعبها له تاني، وقد كانوا نجحوا في الطريقه دي. فده يبين لك مدى الديفوهات اللي موجوده في الفرقه، وان حاجه زي كده لازم يكون في خطه بديله، يعني لازم يكون في خطه بديله للاوفسايد تراك اللي بتلعب بيه. انا ما عنديش مشكله معاها تمام، بس لازم يكون في بلان بي لو انا بلعب فرقه زي ريال مدريد، زي باريس سان جيرمان، زي هجوميا بقى يا معلم. يعني مفيش نمط لعب برشلونه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده مثلا عايز اتكلم مثلا على ارتيتا مثلا في ارسنال. الراجل عنده امكانيات محدوده في منطقه الهجوم بتاعته. برشلونه عنده امكانيات فشيخه هجوميا على فكره، بس كلها من حركه، يعني مفيش امكانيات من حاجه متحفظه للعيبه. يعني هل انت تقدر تقول لي مثلا برشلونه عنده خطه وعنده طريقه لعب لفاولات معينه بتتعمل في حاجه الراجل محفظها للعيبه، فاحنا الفاول ده هنعمله بطريقه معينه؟ مفيش. هل انت عندك ضربات ركنيه بتلعبها بطريقه معينه، او ضربات ثابته بتلعبها بطريقه معينه بتتعمل زي مثلا ارتيتا كده مع ارسنال لما مثلا يعني بتتكلم في اكتر فريق جايب اهداف من ركلات ثابته وركلات ركنيه في الدوري الانجليزي كله؟ طريقه بتتلعب بتكسب لي ماتشات، بتلم لي نقط. يعني انت في ماتش ريال مدريد ده عادي جدا الماتش كان ممكن يخلص بفاول عادي، تتعادل بفاول، تتعادل بكورن، وارد. الضربات الثابته مهمه برضه. انت مش ضايف الحته دي عندك في فرقه انت اصلا محتاج فيها الحته دي. يعني انت ما عندكش الميجا ستارز الجامدين جدا في خط الهجوم اللي يعني لا انا ضامن ان انا كل ماتش هنزل اهين الفرقه اللي قدامي. لا، انت عندك كمان نص الملعب بتاعك يا معلم. انت بدري ودي يونج، يعني انت خلاص انت حلبتهم، انت جبت اخرهم. اللعيبه مش قادره تقف على رجليك، فانت عندك اصابات بالكوم وعندك لعيبه منهكه تماما. فلازم يبقى عندي حته اعرف اريح بيها اللعيبه دي، لازم يبقى عندي بلان بي، لازم يبقى عندي خطه بديله، لازم يبقى عندي تركايه معينه بعملها في الضربات الثابته تساعدني تفوق لي الفرقه، تجيب لي جون، تلم لي نقط. لكن انا ما عنديش ده. في الاول وفي الاخر برجع برضو بقول لك احنا مش بنلوم على الراجل، احنا في الاول وفي الاخر برضو بنقول ان الفرقه دي يعني في مرحله تطور. الفرقه دي مش الفرقه اللي فيها ميجا ستارز، اللعيبه حتى الميجا ستارز اللي عندك هم كلهم سنهم صغير. الفرقه دي بأقل الامكانيات، بس في بعض الحاجات اللي تحسن لك من الفرقه. يعني انت مش هتعرف تعمل نفس اللي انت عملته الموسم اللي فات هو ليه؟ علشان انت مفيش تطور حصل في الفرقه، مفيش ابجريد حصل في الفرقه. عشان كده برشلونه السنه دي بيعاني ولسه هيعاني قدام لو ما تلحقش الموسم باللي انا بقول لك عليه ده. نروح بقى لاستاذ يمين يامال. يعني عايز اتكلم برضو في يمين يامال شويه. ده يمين يامال الناس بتتكلم ان هو يعني بتتكلم في شاب 18 سنه مره واحده لقى نفسه بينافس على بالون دور، احسن لاعب في العالم، بيجيب يورو لاسبانيا وهو كان يعني اللعيب رقم واحد في اسبانيا وعنده 17 سنه. فلوس كتير فشخ تمام، وبراندات وستات كتير قوي، فاهم؟ فالحاجات دي في سن صغير تبوظ. ولا انا في نيمار خير مثال يعني. بس في نفس الوقت الحاجات اللي زي دي واللي عند يميل يامال ده يقول لك مدى صعوبه ومدى استحاله اللي كان بيعمله ميسي ورونالدو. يعني انت فاهم يعني ايه انت لعيب تبقى مفنش موسم، انت واخد يا باشا تشامبيونز ليج، واخد دوري ابطال، واخد دوري ابطال سوري، واخد دوري، وواخد كل حاجه في الدنيا، واخد بالون دور، قفل اللعبه. انت الموسم اللي جاي هتقفل اللعبه برضه وهتاخد بالون دور برضه. انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ يعني انت النهارده ميسي ولا كريستيانو مثلا، انت النهارده فشخ الدنيا، واخد يا باشا دوري ابطال، عامل اللي ما يتعملش، واخد دوري وخلص كل حاجه، هداف كل حاجه، واخد بالون دور قصاد ميسي او قصاد كريستيانو. يعني يا اما ميسي واخدها من رونالدو يا اما رونالدو واخدها من ميسي. فانت يعني المفروض خلاص انت جبت البيك، جبت اعلى كل حاجه. الموسم الجاي هتعمل ده تاني. فالاستمراريه دي تقول لك ان الناس دي في حته بعيد قوي، بعيد قوي عن اي حد تاني، بعيد. يعني تعالى بص كده من 2020 مثلا لحد النهارده، مين اللاعب المستمر؟ مين اللاعب اللي لعب موسمين ورا بعض جامدين فشخ؟ يعني عندك مين؟ فينيسيوس لعب موسم جامد فشخ، الموسم اللي بعده لا اقل بكتير. يميل يامال نفسه الموسم اللي فات كان جامد جدا، الموسم ده اقل بكتير من اول موسم ما جاش اصلا. بيلينجهام موسم 23 24 كان جامد جدا، الموسم اللي فات لا مش احسن حاجه. هالاند نفس الكلام. امبابي نفسه في مواسم لعبها كان توب فورم وجامد جدا، ومواسم تانية عاديه. مش هقول لك انها فشيخه يا عم ولا قليل، عاديه. لو تيجي نتكلم على لاعب فعلا بقى عشان ندي الراجل برضه حقه وهيبقى ليه عايزين نتكلم عنه كتير قوي، لعيب بتتكلم في لعيب توب ليفل 10 سنين، او محمد صلاح. يعني تعالى قول لي كده لعيب محافظ على توب ليفل 10 سنين، 5 سنين يا عم 3 مواسم ورا بعض، مفيش. فيعني ميسي ورونالدو صعبوها قوي على اي حد، وللاسف الشديد كل اللي طالع بيقارن بالناس دي. بس خليني اقول لك ان يميل يامال برضو يعني اللي عمله قبل الماتش في حته تصريحات وابتدى ار يو ريدي ومش عارف ايه والكلام ده كله. انت بتلعب ريال مدريد، فريال مدريد في الاول وفي الاخر فرقه داخله عندها يعني باشن جامد جدا، وعندها دوافع كتير جدا ان تكسب برشلونه. الماتش ده تلعب في ماتش سانتياغو برنابيو،
بقى لك 4 ماتشات ما كسبتش برشلونه، عايز تبقى انت اول الدوري قبل التوقف اللي جاي، فانت عندك كذا حاجه. فاقوم انا بقى مثلا وانا في يعني انا برضو كبرشلونه مش في احسن حالاتي، يعني برشلونه يعني برشلونه قبل ماتش الكلاسيكو مش في احسن حالاته، فاللعيبه اوريدي سخنانه. فاقوم انا اعمل ايه بقى؟ انزل ستوريز واطلع بتصريحات او ار يو ريدي واحنا هنفشخكم واحنا هنعمل وجنازير وسلاسل وحاجات وبتاع، عشان اللعيبه دي بدل ما هي كانت متحمسه 100% عندها دافع 100%، لا يبقى عندها دافع 400 500%. ساعات ده بيبقى حلو بس وانت راكب، يعني ساعات الحتت دي ان انا انزل بقى حاجات وبتاع واتكلم وان احنا جامدين وان احنا مش عارف ايه وهنطحنكم وهنبهدلكم والكلام ده كله بيبقى حلو وانت راكب، بس مش وانت في اضعف حالاتك. يعني انت مش احسن من ريال مدريد، انت مش احسن من ريال مدريد في الموسم ده خالص، مش راكب، فبالطبيعي ان انا ما اسخنش الناس، يعني سيب الدنيا تمشي. وعلى فكره رافينا نفسه طلع قال الكلام ده، يعني رافينا بعد الماتش لما اتسال على تصريحات يميل يامال والحاجات اللي عملها هو اللي اثرت بالسلب على اللعيبه والكلام ده كله، قال لك في الاخر هو شاب صغير لسه ما يلامش على تصريحاته اللي قالها. طبعا حاجه زي كده اكيد دعمت ريال مدريد واكيد سخنتهم بلغه الكوره يعني علينا اكتر من ان هم كانوا عندهم حافز كبير ان هم يكسبوا برشلونه وبقى لهم 4 ماتشات ما كسبوش الكلاسيكو. فطبيعي ان ده يحصل، انت وصلت لحته نجوميه كبيره قوي قوي في سن صغير، بس لازم يبقى عندك يعني سنة نضج على قد النجومية دي، مسؤول عنها كذا حد. يعني برضه خد بالك يميل يامال برضه في الأول وفي الآخر هو عيل معاه كل حاجة، وتصرفاته اللي بره الملعب هتأثر عليه جوه الملعب. هنقعد هو شخصيا هيقعد يقاوح ويقول لك لا، يعني مثلا بره الملعب هتلاقيه بيعمل 100,000 حاجه غلط، هيجي مثلا جوه الملعب في ماتش يكسر الدنيا، انا يا باشا ما فيش حاجه مؤثره عليا. هتلاقيه برضو نفس الكلام، يغيب له 3 4 ماتشات والناس تزوم عليه في ماتش هيكسر الدنيا، انا تمام يا باشا ما فيش حاجه مؤثره عليا. بس كل ده بياخد من تركيزه وكل ده بياخد من البيئه المحيطه بيه. يا راجل ده ابوه اعيل منه، يعني ابوه نفسه امبارح انا استغربت الراجل قوي والله، بعد الماتش لقيته فاتح لايف على التيك توك وفاتح لايف وبتاع وقاعد يتكلم ويقول لك ده كويس ان انتوا بتاع ده، ان ايميل يامال 18 سنه لسه مستنيينكم في الكامب نو، مستنيينكم في برشلونه. تخيل ده ابو موهبه عامله زي دي والله العظيم، وطلع يرقص وبتاع. انا بتكلم البيئه المحيطه اكيد هتاثر بالراجل، هتاثر فيه اكيد اكيد. هانز فليك ليه دور، اكيد ليه دور، بس في الاول وفي الاخر هو مدرب. انا عندي يميل يامال وعندي اكتر من لاعب تاني، والراجل اصلا بيحاول يحتويه من بدري، بس برضه انت المفروض انت عندك كل حاجه، انت عندك الموهبه الجباره. يعني انت يميل يامال دلوقتي اللعيب الوحيد اللي في العالم اللي مش متوقع هو هيعمل ايه بالكوره، يعني اللعيب الوحيد اللي في العالم اللي عنده الحته الاكسترا مهارات زي ما بيقولوا، يعني الحته الوحيده اللي اللعيب الوحيد اللي جامد جدا اللي انت بيبقى في رجليه كوره عارف ان هيعمل بيها حاجه مش في دماغك، هو يامال يامال. ما عندكش حد تاني بيعمل حاجه زي كده، فانت عندك اوريدي موهبه، انت بس ناقصك شويه التزام بس. وشوف الفرق، يعني شوف الفرق في البيئه المحيطه حواليك برضه. يعني ما انت مثلك الاعلى نيمار يا باشا، نيمار خلص بدري قوي. نيمار اصلا يعني احنا ما خدناش من نيمار في الكوره غير موسمين 3 فقط لا غير، يعني احنا ما شفناش غير ربع موهبته مثلا. والله نيمار ده كان المفروض يبقى في حته تانية خالص، بس برضه العقليه اثرت عليه بشكل كبير. عثمان ديمبلي مثال تاني خالص اهو، لعيب من اكتر اللعيبه اللي تم التنمر عليها تقريبا في تاريخ الكوره، لعيب زجاجي وبيتصاب ومش عارف ايه، وبرشلونه راح جاب لعيب منيل بنيله ما بيتصاب اكتر ما بيلعب، وباريس سان جيرمان اتضحك عليه في الفرقه في اللعيب قصدي، وراح جاب صفقه منيله بنيله ومش عارف. لعيب بياخد بالون دور. هي الفكره كلها في الالتزام وفي في البيئه اللي حواليك مش اكتر ولا اقل. وبرضه خد بالك من ضمن المساوئ اللي موجوده في برشلونه مفيش كابتن يا معلم، يعني كلهم عيال. يعني ما عندكش تشافي مثلا، فاهم؟ ما عندكش لامبرد مثلا زي في تشيلسي، ما عندكش جيرر، ما عندكش ليدر، ما عندكش حد. انا عندي لعيب صغير بس هو اللي شايل الفرقه فعنده ايجو، بس انا اقدر اجيب مناخيره الارض زي ما بيقولوا، يعني يتخاف منه. ما عندكش دي، يعني انت ما عندكش ليدر في الملعب يتخاف منه. فطبيعي ان انا النهارده انا شايف نفسي نجم الفرقه والناس كلها بتقول ان انا احسن لاعب في العالم ونجم الفرقه والكلام ده كله، فلازم يبقى في شويه كنترول عليا. فانا شايف ان دي مساوئ برشلونه الفتره اللي فاتت واللي هتاثر عليهم الفتره اللي جايه. هل هانز فليك هيعرف يتدرج ده الفتره اللي جايه؟ لازم، بس لازم تبقى خلاص انت مسستم نفسك على اللي موجود عندك. انا دي الامكانيات اللي عندي، بس انا لازم على الاقل اعرف اشتغل، يعني ادي حته زياده. يعني الناس برضه ما تبقاش متوقعه من برشلونه السنه دي ان هو هيخش ياكل الاخضر واليابس، مش ده الطبيعي، واللي حصل السنه اللي فاتت مش الطبيعي، وجمهور برشلونه لازم يبقى عارف كده. اللي حصل السنه اللي فاتت ده مش الطبيعي، خصوصا انت ما عملتش تدعيمات خالص، جبت راشفورد ومشيت احسن مدافع عندك كفرحتي. بس انت كهانز فليك دورك اللي لازم يبقى كنت على الاقل تبقى داخل الموسم عندك بلان بي، عندي خطه بديله اعرف اعمل بيها حاجه لو انا الاوفسايد تراب بتاعتي خلاص الخطه باظت، اعرف اعمل حاجه. اعرف همرن اللعيبه على ركلات ثابته، على فاولات، على بتاع تديني ايدج شويه لو الدنيا عندي باظت او عندي اصابات.
كتير، لكن يعني أبقى بس مُعتمد على وضعية الحركة للعيبة والمهارات بتاعة اللعيبة بس، أبقى مُعتمد على الoffside trap إنها كل مرّة تضبط معايا، هي مش كل مرّة تضبط معاك. وشُفنا ده في ماتش الإنتر، وشُفنا ده في السنة اللي فاتت، وشُفنا ده في ماتش باريس سان جيرمان، وشُفناه في ماتش ريال مدريد اللي كان امبارح. فبرشلونة لازم يكون في بعض الحلول من المدرب. أنا ليه اختصيت بالكلام هانز فليك ويامال يامال؟ لإن دول الspot اللي عليهم، يعني دول اللي في إيديهم الحلول. يعني يامال يامال عنده حلول تشيل برشلونة على المستوى الهجومي حتى يا سيدي، بس هو موهبة. يعني مش هاقول لك إن هو ضاع ووقع ومات والجو ده كله، لأ، هو هيرجع تاني وهيأدي تاني، بس لازم يتحافظ عليه من البيئة المحيطة بيه، لإن أنت عندك النهارده كنز، أنت عندك أفضل موهبة موجودة في العالم، اللعيب الوحيد اللي ما حدش متوقع هيعمل إيه بالكورة، اللي عنده حتة إكسترا، عنده حتة زيادة عن كل لعيبة العالم، بس في نفس الوقت هو محتاج يتحافظ عليها. محتاج سِنّة التزام، هتعرف تعملها كمدرب، هتعرف تحافظ على البيئة اللي حوالين اللاعب، اللاعب نفسه هيعرف يحافظ على نفسه والّا لأ، ولازم يبقى شايف ال الTwo scenarios اللي قدامه، لازم يبقى شايف نيمار، ولازم يبقى شايف كل اللعيبة اللي نجحت، لإن هو عنده كتير، يعني أنت عندك الموهبة، أنت مش ناقص موهبة، أنت موهبتك توديك تبقى من أحسن لعيبة الكورة اللي جات في التاريخ. بس ما عندكش التزام، ما عندكش عقلية. فأهم حاجة بس تشاركونا آرائكم في الcomments وتقولوا لنا رأيكم إيه، وهل برشلونة الفترة اللي جاية هيكون محتاج إيه؟ أكيد ما فيش تدعيمات عشان بس متفقين مع بعض كده، يعني ما حدش يقول لي لعيبة برشلونة عايز صفقات، إحنا عارفين إن هو عايز صفقات، بس إيه اللي ممكن يتصلح جوّه؟ يعني إيه اللي ممكن هانز فليك يصلحه، إيه اللي ممكن اللعيبة تصلحه، اللي ممكن نشوف الفترة اللي جاية في برشلونة، هل برشلونة السنة دي هينافس زي السنة اللي فاتت والّا لأ؟ فلو عجبك الفيديو خُش اخبط السبسكرايب المتين وقُل لنا رأيك في الكومنتس، ولو عندك أي تعليق أو أي مواضيع عايز نتكلم فيها تعالَ نتكلم فيها مع بعض، قُل لنا برضه في الكومنتس. أنا محمد جابر وكانت دي حلقة جديدة من برنامج ضغط عالي، سلام عليكم.